السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ الحر دخل ومحتاجين الايس كريم. الايس كريم في البيت موفر جدا وربع التكلفة بتاعت بره. شوفي لما بتشتري، لو اشتريتي كيلو من الايس كريم بره بيبقى بكام، او اشتريتي بمحل او حاجة بيبقى بكام. بجد في البيت موفر وطعمه احلى. انا اول حاجة بحتاج كوباية من اللبن المكثف المحلى. طب هنعمله ازاي في البيت؟ محتاجة نص كوباية من اللبن البودر، وكمان هحط عليه نص كوباية من السكر البودر، وهقلبهم بشوية مية صغيرين لحد ما يديني القوام اللي انتوا شايفينه ده. كان عندي برضو شوية من اللبن المكثف في الفريزر، فبدأت ان انا احطه كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وقلبته على بعضه. في الاخر هحتاج مج من اللبن المكثف المحلى. اهو زي ما انتوا شايفين ده كده اللبن المكثف في البيتي بكل سهولة. احتاجتيه في اي وصفة بيكون بنفس الطريقة. بجد رهيب رهيب وطعمه حلو قوي. ممكن تضربيه في الخلاط، انا ضربته بالمضرب اليدوي عادي او بالشوكة. المهم يعني تخلطي المكونات مع بعضها. محتاجة كمان كوباية من الكريم شانتيه البودر الخام، وده بيتجاب من عند اي محل مستلزمات حلواني. اضافة من عندي حطيتها اللي هي معلقة كبيرة من الباستر كريم، وتقدري تستغني عن المعلقة دي. هبدأ بقى في مكون تاني اللي هو العسل النحل، ده بيساعد على المطة اللي بتكون في الايس كريم. احط معلقتين او 3 او ما يعادل ربع كوباية من العسل النحل. وهبدأ احط كده المكونات كلها على بعضها في المضرب الكهربائي. آه تقدري تعملي في الخلاط، بس المضرب بيديكي قوام وكثافة اعلى، يعني بيضاعف الكمية. وهنا بالتقريب كده حطيت حوالي معلقتين 3 من العسل النحل. وهبدأ ان انا احط كوبايتين كاملين من اللبن الحليب اللي هو كامل الدسم من عند اللبان. طبعا الحاجات دي كل ما بيكون كامل الدسم بيكون افضل. هحط كوبايتين وهبدأ ان انا هشغل العجان. انا عاملاه هنا في المضرب الكهربائي علشان يديني قوام عالي بيضاعف الكمية. لو ممكن تعملي في الخلاط، بس زي ما انا بقول لكم ان المضرب كان حلو قوي. لو ما عندكيش مضرب تقدري ان انت تعملي في الخلاط عادي جدا، يعني كل حاجة متاحة وشغال. بصوا الكمية في المضرب بتتضاعف بتكون ازاي، اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا القوام وشايفين المطة وانا بعمله كده حلو قوي. هو محتاج بقى بعد كده يدخل الفريزر ويسقع. بيحتاج وقت في الفريزر يا جماعة علشان يسقع، يعني مش اقل من 6 ساعات او من بالليل للصبح، بحيث ان هو ياخد وقته كويس ويجمد. عندي هنا بقى المانجا. انا عملت الكريم اللي هو الفانيليا ده الاساسي وماشي، وبعد كده هنبدأ ان احنا ناخد منه كل الاطعم. جبت مانجا بقى كانت في الفريزر عندي، وبدأت حطيت شوية من الايس كريم وفي الكبة، وهبدأ اضرب بقى كده كله هيديني الطعم الجميل. تقدري تعملي بنفس الطريقة الفراولة والكنتالوب والموز وكل الأطعم. الخوخ برضو تجمديه وتعمليه بالطريقة دي. لازم يكون الفاكهة مجمدة، وتاخدي شوية من الأساسي اللي هو الفانيليا وتبدأي ان انتي تحطي عليه. احنا عملنا الأساسي وتبداي تشكلي منه كل الأطعم. عملتها بنفس الطريقة. بقية الأطعم أنا ما صورتهاش لأني خلاص أنا وريتكم الفكرة في اللي هو المانجا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الفراولة برضو تغسليها وتجمديها وتحطي شوية كده مع شوية من الايس كريم اللي هو الفانيليا الابيض، وتبدأي تضربي هيديكي القوام. برضو الشوكولاتة تقدري تحطي كاكاو او جناش الاقتصادي اللي هو شوية لبن على شوية شوكولاتة خام وتحطيها. تقدري تجيبي بسكوت الاوريو وتكسريه وتعمليه. بسكوت اللوتس تجيبيه وتكسريه وتعمليه بنفس الطريقة. كله هيديكي نفس الاطعم الجاهزة واللي بتتباع بجد حلو قوي. تقدري تجيبي بسكوت، قطع بسكوت الاوريو وتحطيها كده فوق ال فوقيه كده فوق الايس كريم. برضو في التقديم بيدي شكل حلو وجميل. شايفين المطة بتاعته عاملة ازاي، على الرغم من ان هو مجمدش تماما، يعني مجمدش اللي هو وانا اكون راضية عنه. الولاد استعجلوا جدا وكانوا عايزين
يدوقوه فما سكتوش يعني. وده اللي بالمانجا بجد حلو قوي. شوفوا بقى الفكرة هنا، لان الجزء اللي جاي وانا بحط مش هتعرفوا تشوفوا منه حاجة خالص. ابني اللي كان بيصور الصغير وهو بيحب التصوير وعايز يصورني ومرضتش ازعله، بس تقريبا الفكرة واصله لكم ان انا هحط في كل كاس البولات كده. عندك معلقة الايس كريم تحطي، انا كان عندي بس ما استخدمتهاش وقلت استخدم المعلقة الموجودة في كل بيت كده. وتبدأي ان انتي هتحطي في كل كاس بقى كده حبة من طعم يعني تشكلي. شوفي بقى الكاس ده من بره في اي محل بتجيبيه بكام، بيبقى بمبلغ وقدره. احنا عملنا التكلفة، لو حسبتي التكلفة تلاقيها قليلة جدا بالنسبة لبره. هبدأ كده حطيت كمان جزء من الايس كريم في الاجزاء اللي هي المكعبات اللي هي المخصصة بتاعة اللي هو الستيك اللي بيكون ستيك، بيكون برضو حلو قوي وطعمه حلو، لكن برضو ما جمدش قوي معايا. الولاد برضو ما استنوش عليه، بجد كان حلو قوي وجميل جدا. والفكرة يا رب تكون عجبتكم. ابصوا حتى يعني ما ملحقش يجمد زي ما انا راضية عنه بجد، بس الطعم كان رائع. جربوه بجد هيعجبكم قوي قوي، وموفر جدا عن بره وطعمه روعة. هوريكم كمان الجزء اللي هو اهو دي اللي هي الاجزاء بتتباع كده في محل الادوات البلاستيك اللي هو بتاع الستيك كده، وبيكون جاهز بتحطي تمليه بس وبيجمد برضو. بصوا هو مجمدش قوي. جربوا بجد الطريقة دي هتعجبكم. اشوفكم في فيديو تاني جاي جديد، والسلام عليكم.